اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. شوفولي الطاجن القمر ده، طاجن لحمة بالبصل يجنن، لحمة دايبة ومستوية وطعمها حكاية. وصفة تشرفك في العزومات وتشرفك على سفرتك، والكل هيطلبها ويقولك عاملاها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا كده هنجيب كيلو من اللحمة، هنغسلها كويس ونقطعها مكعبات صغيرة بالشكل ده، يعني مكعبات صغيرة عشان ايه تستوي بشكل كويس. يعني هنقطعها مكعبات لحد ما نخلص كل الكمية اللي عندنا بالشكل ده. اللحمة اللهم بارك جميلة جدا. طبعا سعرها دلوقتي بقى حاجة طبعا صعبة جدا، وقولولي بتشتروها في منطقتكم بكام وبتتابعوني منين. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اللهم بارك بالشكل ده، جميلة وحجمها كله شبه متساوي. هنجيب البصل بتاعنا وهنقطعها البصل الكمية اللي تحبوه، يعني انا قطعت حوالي 8 او 9 بصلات صغيرة. انا في العادة بحب البصل الصغير في الطواجن، في الفول النابت، في الحاجات اللي هي البصل بيتاكل فيها بيبقى الصغير احلى يعني. على النار هننزل بزيت ومعلقة سمنة صغيرة ونسيحهم مع بعض. بعد كده هننزل باللحمة، نشوحها في الزيت والسمنة، هنفضل نقلب فيها لحد ما لونها يتغير معانا. لحد ما بقى لونها كله بالشكل ده، هننزل بقى بالبهارات بتاعتنا. هنحط ورقتين لورا، هنحط 3 فصوص حبهان، وهننزل بالبهارات بتاعتنا. هنحط معلقة صغيرة من الكمون، وهنحط قالب مرقة دجاج، وهنحط معلقة صغيرة من الكزبرة، وهنحط معلقة صغيرة من البابريكا. مش هنحط ملح دلوقتي عشان ما يأخرش سوا اللحم. هنقلب بقى الكلام الجميل ده كله مع بعضه. بصوا بقى الريحة بتبقى جايبة اخر الدنيا بجد، تحفة. هنحط رشة سكر كمان، وقلب قلب قلب قلب. بعد كده بقى هننزل بكمية البصل اللي عندنا على اللحمة، تاخد بقى من التوابل واللحمة وياخد ويدوا كلهم مع بعض. الريحة تحفة، ريحة تجنن بجد. هنقلبهم كويس مع بعض، وبعد كده هنروح نازلين بالمية السخنة بتاعتنا، مية مغلية، ننزل بيها على اللحمة بالشكل ده. هنغطيها، وأول ما تغلي كلها بشكل كويس هنوطي عليها ونسيبها تاخد وتدي بقى مع بعضها بالشكل ده. غليت، هنغطيها ونوطي ونسيبها تستوي مع نفسها. تعالوا نحضر العجينة بتاعة الفخار. هنحط كوباية ونص من الدقيق، معلقة بيكنج باودر. الكيس ده كان مفتوح يعني من عندي، هو مش كيس كامل. هنحط رشة ملح، وهنحط معلقة زيت. المية كانت سخنة قوي، هنحط شوية مية نعادل يعني السخونية، ونعجن العجينة نلمها في ايدينا. سهلة جدا، مش محتاجة اي حاجة خالص بالشكل ده. وهنسيبها على جنب ترتاح شوية، نغطيها ونسيبها ترتاح. بعد ما اللحمة بتاعتنا دخلت على سوا، هنزلها في قلب الفخار الجميل بتاعنا بالشكل ده. قولولي رأيكم.
شكلها تحفة. هنجيب العجينة ونفردها بالشكل ده، وبعد كده هنغطي بيها الفخار بتاعنا ونثبت الأحراف بتاعتنا من كل الجوانب بالشكل ده، نضغط عليه عشان تثبت على الفخار. بعد كده هندهن وش العجينة، ممكن تدهنوه بأي حاجة، يعني ممكن معلقة نسكافيه متدوب في مية، ممكن تدهنوها بصفار بيض اللي تحبوه يعني. انا دهنت الوش بصفار بيضة، انتوا اللي تحبوه يعني. هندهن الوش بصفار بيضة بالشكل ده كلها من كل الجوانب. بعد كده هنرش عليها حبة البركة، ممكن حبة البركة وسمسم اللي تحبوه برضو واللي متوفر عندكم. انا بحب ريحة حبة البركة على العجين، بتدي ريحة في الفرن تجنن. هنوزع حبة البركة على العجين بالشكل ده، وده شكلها النهائي. تحفة، جمال ودلال، حلويات بجد، شكل الطاجن يجنن. بعد كده هنطلعه من الفرن، هنشيل العجينة ونقدمه بالشكل ده، وممكن تقدموه بالشكل اللي تحبوه.